What do you know about the growth of Christianity in the Muslim world? Are there any numbers? There are millions, thousands and millions coming to Christ, converting from Islam to Christianity. And from all over Africa, there are 6 million who comes to Christianity, convert from Islam to Christianity, and so other countries. Wow. In Egypt only, we have about 1 million Muslim converted to Christianity. Wow. في ملاحظة يا سيدنا على موضوع ايوه ملاحظة على موضوع ابونا بطرس، ابونا زكريا بطرس. ملاحظة على موضوع ابونا زكريا بطرس. انا اعرف ابونا زكريا من ابونا انطونيوس ميلاد السويس. فين العمة بتاعتك؟ اشكرك يا سيدنا عشان خليت الحفل يحييني. مش بيحيوك. مش حيوك، ده بيسقفوا على القفشه. طب اتفضل. فانا اعرف ابونا زكريا من 50 سنه يمكن. المشكله فينا احنا برضو ان احنا بنشجع ان احنا نتفرج على القناه دي بالذات، ودي مأثره على اولادنا لدرجه ان هم عندهم دلوقتي نوع من العصبيه انه الديانه بتاعتنا صح والديانات التانية غلط في غلط، ودي عملت احتقان شديد لدرجة انه دلوقتي كل ماله زي ما قلت نيافتك انه كل مال الاحتقان بيزيد بيزيد بيزيد. فمفروض التعليم في الكنيسة انه احنا كخدام وكرعاة نهدي الناس دي على اساس انه ده حاجة مش هتفيد الكنيسة، وزي ما قال احد الاباء القديسين ما لنا وقتال باطل. يعني احنا دلوقتي بنقاتل وبنجاهد وبعد كده احنا خسرانين الموقف، مش هننتصر في الاخر، لانه في ناس كتير برضو كنوع من العصبية او من نوع الافتخار يقول لك ده ابونا بيعمد ناس، هو يقول برضو كده ده بيعمد الاف. طب بيعمدهم فين لما هو اصلا موقوف؟ لا ومش بس كده، احنا عايشين هنا في مصر، فين هم الناس اللي جوني وقالوا لي احنا امنا بالمسيحية بسبب كلامه؟ فين؟ كله طبعا من بره، كله من بره. محدش قال لي كده هنا، محدش قال لي كده هنا، محدش قال لي كده هنا. هل تستطيع أن تتصور جنابك وجميع المشاهدين والسامعين الآن من الأقباط كم عدد الأقباط الذين تركوا المسيحية بجملتها خلال هذه الحقبة من الزمن؟ إلى أين ذهبوا؟ الغالبية العظمى تركوا المسيحية وأشهروا إسلامهم، والنسبة الأقل تركوا الكنيسة الأرثوذكسية وهربوا إلى الطوائف الإنجيلية بحثا عن الرعاية الروحية التي افتقدوها. ده خلال قد ايه ده؟ خلال حقبة طولها 36 سنة. يعني انت بتركز على البابا شنودة وفطرته؟ انا ماليش دعوة بشخص البابا شنودة. معلوماتك من ايه؟ انا ليا دعوة بواقع شعبي اللي انا عايز اقدم له خدمة. هذا السي دي اللي هديه لحضرتك هو تسجيل صوتي لاجتماع اللجنة التي رأسها الأنبا بخوميوس مطران البحيرة، وحضرها الأنبا موسى صديق العمر الفاضل، وحضرها أنبا موسى أسقف الشباب. أسقف الشباب. دلوقتي أنبا موسى بيقف قدام الميكروفونات يقول لك إصلاح إيه اللي بتقولوا عليه؟ الكنيسة مش محتاجة إصلاح. حضرها وبصوته، وحضرها وتكلم بصوته، وأنا أعرف صوته جيدا، الأب أنستاس الصموئيلي، وأيضا أسقف من المعادي اسمه الأنبا دانيال ما أعرفوش، وآخر. وهذه اللجنة بالصوت اللي حضرتك تقدر تحطه دلوقتي على لا طبعا أنا لازم أتحقق الأول إيه ده عشان تسمعه، بتقول
أن عدد الذين يشهرون إسلامهم يوميا يتراوح بين 80 و200 شخص. 80 و200 شخص و200 شخص بالصوت اهو. واذا ما كانش ممكن ان السي دي ده يتسمع دلوقتي على البرنامج، ده طبعا ما اقدرش احنا ممكن نسمعه لاي حد عايز يسمعه على السايت بتاعنا. من 80 ل 200 شخص. وانتهت هذه اللجنه برئاسه الانبا بخوميوس وعرفت بلجنه الانبا بخوميوس الى ان عدد الذين يشهرون اسلامهم سنويا في مصر في المتوسط 50,000 شخص. لو ضربت 50,000 شخص في مدة طولها 36 سنة. لا، ما مش ال 50,000 طول ال 36 سنة يعني. طيب لو ضربتها في ال 36 سنة هيبقى 1,800,000. هنقول انه مش بالظبط كده 50، هنقول انه 1,400,000 على الأقل تركوا المسيحية وأشهروا إسلامهم خلال هذه الحقبة. مع العلم أن اللجنة بالصوت على هذا السي دي بتقول أن هؤلاء الذين أشهروا إسلامهم مفيش حاجة اسمها خطف، والناس كانت تستطيع أن تقول لا، والسي دي أهو. فالآن فقد من الكنيسة الأرثوذكسية. قلنا بلاش 1,800,000 بناء على الحسبة دي، قلنا 1,400,000 بناء على هذا الشريط. ثم كم عدد الذين تسربوا إلى الكنائس الإنجيلية؟ يعني أنت عايز تقول إن في 1,000,000 مسيحي و8 أسلموا خلال السنوات الماضية؟ نعم. ولم يعودوا مرة أخرى للمسيحية؟ نعم.